بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة أحييكم، معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد جامعة عين شمس. النهارده نتكلم عن زراعة وتسميد وإنتاج الطماطم. أحد محاصيل العائلة الباذنجانية مثل الطماطم والفلفل والشطة والبطاطا والبطاطس. تزرع الطماطم بذور في المشاتل، إما خطوط في الأرض أو أحواض في الأرض أو صواني في الصغر. سليم. طبعا مغطاة بالقماش الشفاف او مغطاة بالشاش او البلاستيك الاسمر او الابيض او النت الشبك. بتزرع في المشاتل في شهر 8 و9 و10 اللي هو عروة شتوي اللي هو اغسطس سبتمبر اكتوبر، وعروة خريفي تزرع في المشاتل في يناير فبراير اللي هو 1 و2. عمر الشتلة في المشتل من 25 إلى 35 يوم على حسب الصنف وعلى حسب قوة العود. طيب، نمنع الري قبل التقليع في المشتل لمدة أسبوع قبل نقل الشتلة إلى الأرض، ثم تروى بالدش قبل الزراعة أو نقلها إلى الأرض بساحتين 2 أو قبل الزراعة بساحتين 2، ثم تنقل للأراضي المستديمة. أول حاجة بنجهز الأرض المستديمة، بنحرث الأرض حرث جيد، ثم بنوضع الخدمة الزراعية اللي عبارة عن 200 كيلو سوبر، 100 كيلو كبريت زراعي، 30 متر سماد بلدي، خليط من المواشي والدواجن والفيرم كومبوست، يعني 10 و10 و10. الغنية لأن دي تبقى غنية بالعناصر الغذائية الكبرى والصغرى، ونخلطها خلط جيد، ثم نبدرها في الأرض، ثم بنحرث الأرض تاني ونسويها، وبعد كده بنخطط الأرض بمعدل من 6 ل 7 خطوط على القصبتين. سليم. ثم بنروي او نغمر الارض او نخمر الارض لمده من يوم الى يومين، ثم بنسيبها يومين 2 تاني، وبنزرع بعد التخمير ب4 ايام في وجود الماء. طبعا بنفرد الشبكه الزراعيه ثم نزرع ثم نروي. الزراعه طبعا على مسافه بين الجذور الاخرى 35 الى 40 سم. طبعا بنزرعها على الخطوط او في جانب الخط. تطهر الشتله طبعا بالمطهرات الفطريه. يحتاج الفدان إلى من 5000 إلى 6000 شتلة. طبعا بعد الزراعة ب3 ل 4 أيام بندي جرعة كبريتات نحاس أو أكسوكلور نحاس، أو وبعدها بندي جرعة 2 كيلو هيوميك مع 2 كيلو فولفيك للزراعة. الري والتسميد منتظم في الساعة 7 صباحا أو قبل غروب الشمس. الطماطم بتتحمل الملوحة في التربة. طبعا أهم شيء الأرض تكون خالية من الحشائش والأمراض، أرض خفيفة جيدة التهوية جيدة الصرف. بنزرع أصناف مبكرة كثيرة الإنتاج مقاومة للأمراض مبكرة في النضج. بعد الرية طبعا الرية الأولانية رية التجرية من على عمر من 4 ل 6 يوم. بعد كده ممكن نعطش الزراعة حتى ندفعها للتجزير أو تدي جذور قوية. بندي معاها ممكن ندي في المرة الأولانية 2 كيلو هيوميك أو كيلو كبريتات نحاس، وبعد كده بنعطش الارض، وبعد كده بنبدا التسميد، الاهتمام بتنقية الحشائش والترقيع بعد 15 يوم، ونبدا في التسميد. طبعا للتسميد برنامج التسميد طبعا في حاله الاراضي الغامره او الرش. الدفعه الاولانيه بتبقى بعد 21 يوم. بنحط 150 كيلو سلفات نشادر اللي هو الملح مع 50 كيلو سوبر مع 100 كيلو بوتاس، بتوضع في الارض تجبيش في الخطوط او سرسبه، وبعد كده بنروي. طب الدفعه الثانيه عند عمر 45 يوم 200 كيلو ملح اللي هو سلفات نشادر زائد 100 كيلو بوتاس ثم الري. سليم. طبعا الدفعه الثالثه من 65 ل 75 يوم. طبعا او من 65 ل 67 يوم بنحط 200 كيلو نترات زائد 300 كيلو جبس زراعي ثم الري. طبعا بعد كده بنهتم بتنقية الحشائش يدويا او بالمبيدات الحشاشيه، ويفضل يدوي افضل. تعفير الارض بالكبريت الميكروني او الكبريت كفر الذات افضل. التركيز على رش الذبابه اهم شيء. طيب، والتركيز على الرش بالكبريت الميكروني وعلى جرعه اعفان جذور جرعه نيماتود. طيب، بالنسبه للتسميد الارض بالتنقيط، طبعا بعد 15 يوم من الزراعه بنحط 6 كيلو مركب اللي هو 19 او 20 زائد 4 كيلو بوتاس زائد لتر فوسفوريت. الرايه الثانيه بنحط 2 كيلو حديد، 2 زنك، 2 منجيزي، 5 كيلو مغنيسيوم. الرايه الثالثه 5 كيلو نترات كالسيوم، ربع كيلو برون، لتر نيتريت. الرايه الرابعه 5 كيلو 6 6 43 زائد 5 كيلو ملح زائد لتر فوسفوريك.
رشه عناصر حديد زنك منجنيز احماض امينيه ذات حالب، رشه كبريت ميكروني، رشه للمن والتريبس اهم شيء. الرايه الخامسه بنحط 5 كيلو يوريا مع 5 كيلو ملح على 2 لتر حمض فوسفوريك و2 كيلو بوتاس. الرايه طبعا اللي بعدها اللي هي الرايه السادسه او السابعه 10 كيلو بوتاس زائد 10 كيلو ملح زائد 2 لتر فوسفوريك. الرايه السابعه 10 كيلو نترات زائد كيلو برون زائد 2 لتر نيتريك. بعد كده طبعا بندي كل رايه 10 كيلو بوتاس مع 10 كيلو ملح اللي هو سلفات النشادر مع 3 لتر حمض فوسفوريك بالتبادل مع الكالسيوم والمغنيسيوم. طبعا او نوزع 200 كيلو الملح على 200 كيلو نترات على 100 كيلو بوتاس 20 لتر حمض فوسفوريك، توزع على عدد الريات دي بالنسبه لبرنامج تسميد الارض الغمر. طبعا بنوقف التسميد قبل الحصاد بمده اسبوعين 2. طيب الري كل يوم نص ساعه او ساعه، بندي 5 دقائق او 10 دقائق ميه بيضاء في الاول و10 دقائق وربع ساعه ميه بيضاء في الاخر. وكميه التسميد بنسحبها في المسافه الوسطى اللي هي من 10 دقائق بعد 10 دقائق لغايه قبل الري بربع ساعه. طيب الري بالتسميد المنتظم في الصباح الباكر. نركز على الامراض اللي تصيب الطماطم زي الامراض الصدى والندوه البدريه والمتاخره، رشه الفطري، رشه تركيز على الكبريت الميكرون الميثيلاكسيل المنكوزيب، واللطعه دي رشه كلها بيحتاج رش فطري. اما الفيروسه رش المن والتريبس ورشه الاكاروسات وحلم الدوده وصناعات الانفاق والعناكب دي ابامكتين اسيتامبرايد لمباد، رشه كلورمورفوس او ميسايل او لمبادا سيسرين. ماشي، كل هذا يؤدي الى نظافه الحقل. جرعه اعفان الجذور طبعا موت المبردرات دي مهمه زي كبريتات النحاس وبرمنجانات البوتاسيوم او هيدروكسيد النحاس او كسوكلور النحاس. بنحط جرعه منشطات كيلو هيوميك نص فولفيك نص احماض امينيه ربع كيلو طحالب، دي جرعه منشطات، او جرعه نيماتودا. ديت كل الامراض اللي بتصيب الطماطم. وفي البرنامج الجاي ان شاء الله نتكلم عن التسميد بانتظام. والسلام عليكم ورحمه الله.